السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايالكم بقى في فيديو جديد، ويلا بينا نسمي الله كده ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه مع بعض على الغدا. هنعمل مكرونة وكبدة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. عملنا طبعا قبل كده مع بعض الكبدة الاسكندراني وعجبتكم جدا. هنعملها بقى مع بعض المرة دي بطريقة مختلفة شوية. اول حاجة بقى كده، طبعا معانا فلفل متقطع جوليان رفيعة كده، وطماطمايه مبشورة ناعم، وكمان معانا بصل مقطعينه برضو جوليان. معانا بقى 3 فصوص من الثوم مفرومين ناعم. والبهارات بقى الموجودة معانا: ملح، طبعا الملح حسب الرغبة، والسبع بهارات، وربع معلقة من الفلفل الاسود، وكمون وكزبرة. اول حاجة بقى كده هنيجي في طاسة على النار، وهنحط فيها زيت، وهنستنى لما تسخن كويس. هنقوم نازلين على طول بالكبدة بتاعتنا. الكبدة بقى طبعا مش بتاخد وقت على النار، يعني لو سيبناها على النار وقت طويل هنيجي ناكلها هنلاقيها بتشد كده وناشفة. الفيديو بقى يا حبايب قلبي اللي عملنا فيه الكبدة الاسكندراني مع بعض قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف او في علامة الاي اللي هتظهر فوق الفيديو. اللي وصل بقى معايا لحد هنا ما تنسوش تضغطوا لي اللايك يا حلوين، وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات، وعملتوا ايه على الغدا النهاردة بقى كده يا حلوين. كده بقى يا حبايب قلبي بعد ما الكبدة بقى لونها اتغير خالص، هنبدأ بقى كده نضيف التوم بتاعنا ونقلبها. برضو هنضيف التوم ونقلب، هنضيف بقى البهارات برضو ونقلب. بعد بقى ما الكبدة اتشوحت مع التوم والبهارات كويس، هنبدأ بقى نضيف البصل والفلفل والطماطم بالشكل ده كده، ونقلبها بقى تقليبة كده. هنوطي بقى عليها النار وخمس دقايق بالظبط وهتكون بقت جاهزة معانا. كنت بقى بسلق كده مكرونة سباجيتي برضو. حطينا بقى مية على النار، واول ما المية غلت ضفت لها ملح، وبدأت بقى اسلق المكرونة وصفيتها من المية، وبدأت بقى حطيتها في الصلصة كده بالشكل ده، وحطيت لها بقى ملح وكمون وفلفل اسود والسبع بهارات وكزبرة، وحطيت لها كمان بابريكا. هنغطي عليها بقى كده وهنسيبها برضو على نار هادية لحد ما بقى ما تخلص معانا. هنا بقى الكبدة كانت خلاص دقيقتين بالظبط وتكون، وهطفي عليها وتبقى جاهزة بقى على الأكل. هنا بقى كانت المكرونة خلاص خلصت وكمان الكبدة خلصت. يلا بينا بقى نجهز الأكل بتاعنا ونقدمه كده مع بعض. عملت بقى سندوتشات كبدة بالشكل ده كده، وطعمها كان خطير جدا، ان شاء الله هتعجبكم. وكمان مكرونة وكبدة، وطبعا بقى مخلل وشيبسي، ممكن تعملوا طحينة، حاجات كتير جدا. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو انتوا اول مرة بتشوفوني علشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش كمان تضغطوا اللايك يا حلوين.